انا مو بعلوه مال ابقار، انا باحد مواكب الناصريه، وراح يذبح هاي الابقار كلها خلال الزياره الاربعينيه لزوار الامام الحسين عليه السلام. الكل يعرف بالناصريه ام الكرم، اللي جذب انتباه بهذا الموكب عدد الابقار اللي تذبح يوميا للزوار في كربلاء. خلال 24 ساعه انت وقت ما تجي تلقى توزيع. شوف هذا القاطع يبدي مثلا ابو الباشا هنا، ابو التمر والمرق، ابو القيمه، ابو الكباب، هالشكل. خدمه مستمره وعمل متواصل وبذل مو بالقليل. والله الخدمه اللي جاي نقدم هنا تشرف موكب الامام موسى الكاظم واهالي الناصريه، تقديم الطعام والزائرين لاربعينيه الامام الحسين مستمرين ما ينقطع. ازقد عدد الزائرين يزودون، احنا المواكب مال الناصريه جاي تقدم ازيد. عدد الابقار اللي جاي يذبحوها ايش قد تقريبا بين 55 60، من 55 ل 60. كلها راح يذبحوها؟ ها كلها بعد احنا الناصريه ابدعت، الباقي المواكب قدمت ما والمحافظات. زين حجينا هاي ما بيها خساره حس؟ ما التجاره والحسين والله العظيم لمسنا اشياء اذا تخدم الحسين بصوره صحيحه وبدون رياء، والفلوس اللي يجن من مكانهن انت يعني تسولف ويا الامام الحسين هو يسمعك. وكل الحضارات سادت ثم ابادت الا ذكر الحسين. هذا المناره الذهبيه ساطعه نورها واصل للسماء. وتريدون الصدق؟ هذا الصدق بخدمة الحسين عليه السلام. هذا كرم معزوبية الناصرية، أكثر من 60 عجل يذبح ويقول هي هاي التجارة الرابحة مع الحسين.